أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم نتكلم عن المشكلة في فراخ الكناري. طبعا هذا مو فراغ، أنا جبت أحد الطيور عندما يكون أحد رجله بهذا الشكل، ونحاول أن نعمل عملية كيف نرجعها إلى مكانه. أهم شيء أول نرجع الأصبع، ويجب أن يكون متساوي مع الفخذ مع الأرجل بهذا الشكل، وبعد ذلك بهذا الشكل نرجعها، وبعد ذلك نقطع قطعة بحجم بهذا الشكل، وبعدين نقصها من وسط من هنا بهذا الشكل. الحمد لله اليوم عندنا مساعدة، ونضع بهذا الشكل الأصبع صحيح بهذا الشكل كما تلاحظون، بهذا الشكل، قلنا بهذا الخيط لازم نثبتها بهذا الشكل. يعني لازم يكون بالشكل، مو نشد يعني بشكل كبير، يكون فقط حتى لا يطلع من الرجل فرخ. هيك المشكلة الآن أصبح بهذا الشكل، أصبح بهذا الشكل كما تلاحظون. طبعا احنا نعملها كمحاولة، وبعد ذلك نزيد اللاصق، لا أنا بينا، ونقدر أيضا نربطها من هنا وهنا، يعني نربطها من مكانين حتى يكون ثابت ولا يتحرك. نجيب لاصر ونقطعها إبرين بهذا الشكل، ونضعها من هنا حتى يمسك اللحم. الكوشتك ايه بس لمسة الوسر. كوشتك يسري شوكري. كما تلاحظون الآن اللحم يعني لاصق حتى ما يطلع الآن، لا يطلع بهذا الشكل. وكما تلاحظون هذا ذكر متشحم، لهذا السبب يطلع هذا الصوت. الآن خلصنا العملية، ونتركها لمدة أسبوعين أو أكثر حتى يرجع لمكانه. وشكرا.